السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلي وأهل سيدي سالم الكرام. اليوم مع حلقة جديدة بتتكلم عن مشاكل أو الكوارث اللي حصلت في سيدي سالم أو اللي حصلت في مستشفى سيدي سالم الأسبوع اللي فات وما قبله، واللي كنا خايفين منه بيتحقق يوم عن يوم ومفيش فايدة مع الوضع الحالي أو أسلوب الإدارة الحالي اللي كل يوم بيوجع حد من الموجودين من أهالي سيدي سالم. يوم الأربعاء اللي فات وصلت حالة تدعى سعاد محتاجة لولادها. دخلت الساعة 7 مساء، اتقابلت مع المدير المنوب في اليوم ده، قال لها ما عندناش تخدير وشوفوا لكم مستشفى يكون زي كفر الشيخ دسوق بسرعة دلوقتي ان الحالة تعبانة. كشفت الحالة وخدت بعضها وخدت اهلها بعد شوية زعيق وكلام وكان مش عارف ايه، واتقابلت مع حد من المستشفى واداهم رقم مجلس الوزراء. فهم في الطريق بعد حوالي ساعة في المستشفى واكتر، وهم في الطريق اتصل حد منهم بمجلس الوزراء. وبصراحة ربنا والحق يقال ان مجلس الوزراء ما تواناش لحظة. تم الاتصال بالسيدة وكيلة الوزارة وقال لها عندك في مستشفى سيدي سالم الوضع 1 2 3 وحل الموضوع ده وشوف الناس دي تاخد حقها. فعلا دكتورة إلهام وكيلة الوزارة حاولت تتواصل مع مدير المستشفى، لقيته غير متاح، مع نائب مدير المستشفى لقيته غير متاح، مع وكيل المستشفى لقيته غير متاح. فكتبت على الجروب اللي هم مدخلينهم على الواتس الوضع 1 2 3 وحاول حد يتواصل معايا. ساعة ونص يا مؤمن محدش رد. فين احد المشرفين في الاقسام التمريض هو اللي رد. ففي الوقت ده الدكتوره طبعا كانت هي كلمت الدكتوره سماح جاد اللي هي مديره الطب العلاجي، وحاولت بدورها برضه ان هي تتواصل مع حد، ما قدرتش، فتواصلت مع احد الاطباء اللي موجودين بالمستشفى وهو دكتور جراحه. قالت له انزل بسرعه شوف الموضوع ده ايه، ولو مفيش تخدير هات تخدير بالاجر حتى يشوف يخش يعمل عمليه. فعلا الدكتور ده حاول يتصل بدكتور من اللي كانوا متعاقدين وهنرجع لها في الايام الجايه هنسردها، اللي كانوا متعاقدين في التخدير في الفترات السابقه لغايه اما جه الدكتور عبد الرحمن حتى. المهم قال له والله انا المدام عندي وضعه وانا في القاهره ما اقدرش اجي. فاتصل على الدكتوره سماح، والله ما فيش. في الفتره ديت كانت الدكتوره سماح تواصلت مع اهل الحاله عفوا، وقالت لهم ارجعوا التخدير جاي لكم هناك. الناس رجعت، فين يا جماعه؟ قالوا لهم لا مفيش تخدير والله. قعدوا بتاع حوالي ساعه برضه في مناوشات، لا استنوا هنتواصلوا، لا مش عارف ايه. المهم برضه من نظريه المؤامره او ما يصدر الى مديريه الصحه ان في مؤامره كونيه على الاداره فمش عارفه تشتغل. بعت الدكتور تاني دكتور نسا يشوف ايه الوضع بالظبط. فدكتور النساء قال لها دكتوره دكاتره النساء كلها موجوده هنا اهوت، الشفت كله موجود بس ما عندناش دكتور تخدير. الناس خدت بعضها تاني ومشت. المهم
ازاي مفيش بتاع؟ اتواصلوا مع، في الاخر مع مدير المستشفى، قال لهم ازاي؟ ده دكتور التخدير قاعد في السكن فوق، ده هم اللي مش عارفين يجيبوه. لابس طاقية لخفة طبعا، دكتور التخدير في الوقت ده لابس طاقية لخفة وموجود في المستشفى، والمستشفى بتلف حوالين بعضها ومش لاقيين، بس قاعد في السكن فوق. وراح جاي متصل على الحالة وقال لهم ارجعوا يا جماعة لتاني مرة، انا دكتور التخدير موجود وكل حاجة تمام وانا جاي لكم. الحالة داخل المستشفى الساعة 7. الدكتور المحترم مدير المستشفى جاب معاه فعلا دكتور تخدير وجه من كفر الشيخ، جابه من بيته من كفر الشيخ. المهم دخلت الحالة الساعة 2:30 بالليل، وهقول لحضراتكم ولولا ان مجلس الوزراء والموضوع ده كان لازم ينحل كان عادي، مفيش مشكلة، وهات ودا ونادي يا عم الحاج وبراحتك، وان كان حد هيعبرك. لولا ان الناس عرفت الطريق واشتكت عادي. زيه قبل كده من شهر ونص حالة دخلت المستشفى وبعتوها كفر الشيخ، وكفر الشيخ بعتتها ورجعت تاني ويمين وشمال ومش عارف فين، اصل دكتور التخدير مش موجود، اصل مش عارف ايه، اصل ايه، اصل ايه، وفي الاخر المثانه بتاعتها انفجرت، والموضوع برمته كله دلوقتي في النيابه. انا عايز افهم الى متى، الى متى؟ ده ما عادش بيتعمل في سيدي سالم عمليه زايده واحده مفيش. طيب نكمل بقيه الحكايه. تاني يوم الخميس سيدة وكيلة الوزارة جمعت كل من هو كان متداخل في الموضوع في مكتبها. راح دكاترة النساء ودكتور الجراحة اللي كان الدكتورة سماح بعتاه ومدير المستشفى والنائب بتاعه وكلام من ده، حتى النائب اعتذر وقال ان انا تعبان وكده. والنائب برضه هو نفس الشخص اللي كان في الحالة الأولانية. وللعلم هو ما بتأخرش، برضه هو اللي جاب دكتور التخدير بالأجر من جيبه الشخصي في المرة الأولانية، هو الوحيد اللي بيدفع بأمانة. المهم طبعا كان كل الموضوع الوكيلة عرفت بيه، فالسيد المدير بيقول لها لا ده الدكتور التخدير كان موجود. ما يعرفش ان الوكيلة كانت جايبة دكتور التخدير اللي هو جابه من كفر الشيخ وقال لها ان انا جايبني من بيتنا من كفر الشيخ. فطبعا هاجت وماجت، وازاي ما تعرفش، وازاي ما عندكش تخدير وما بتتكلمش. سؤالي للسيدة وكيلة الوزارة، هو حضرتك ما تعرفيش ان سيدي سالم ما فيهاش تخدير غير يوم الاربع والخميس لغاية الساعة 2 فقط لا غير؟ حضرتك ما خدتيش بالك ان عمليات النساء اللي كانت بتبقى بال19 حالة في اليوم وبال10 حالات وبال15 حالة في اليوم قلت؟ حضرتك ما بيوصلكيش تقرير الحالات اللي متحولة لمستشفى كفر الشيخ؟ حضرتك ما تعرفيش ان مفيش تخدير، وقعدنا النادي ونهاتي ان مفيش تخدير غير يومين بس في الاسبوع، من الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 2 بس؟
2 الظهر. حضرتك اتفاجئت يعني؟ طب مدير المستشفيات ما قالكيش حضرتك؟ طب مديرة الطب العلاجي ما قالتش لحضرتك ان مفيش دكتور تخدير؟ انا مستغرب، بامانه انا مستغرب. انتوا منتظرين اما حد يموت فعلا؟ يعني منتظرين اما حد يموت؟ منتظرين اما تجينا حادثه وحد يعوز يخش العمليات فما نلاقيش فيتوفى، وده بيحصل؟ او على ما نحوله يكون مات؟ انتوا منتظرين ايه؟ موضوع ان المدير يفضل يمشي دي مش قصتنا. يفضل يا رب ياخدها ورث، مفيش مشكله بالنسبه لنا، بس عالجوا الحاجات دي، عالجوا على الاخطاء دي. بلاش نظريه المؤامره اللي هو الكل عايش فيها ده. خير يا رب. من ضمن نظريه المؤامره متامروا عليه فما عادش عنده تقدير، مش حابينه فشالوا منه التقدير. الدكاتره خلاص بعضها مشت. ما سالتوش الناس ما مشت دي ليه؟ اللي كانت متعاقده ايام الدكتور هادي ما كان ماسك المستشفى بعد الدكتور صلاح في الفتره الانتقاليه دي، كان هو اللي متعاقد معاهم. الناس دي مشت ليه؟ اسالوا السيد المدير او ابحثوا، عشان مش هتوصلكم الحقيقه لو سالتوه. ابحثوا في الموضوع وحاولوا بلاش تطلعوا موضوع نظريه المؤامره دي. يا دكتوره سماح، ليس كل ما يقال ليكي حقيقه. يا دكتوره سماح، يا بنت سيدي سالم، ليس ما يقال ليكي حقيقه. يا سياده الوكيله، المفروض من موضوع مدرسه التمريض والتقرير اللي وصل لك ان مفيش حد فيها وبعتيه للسيد المحافظ تكوني عرفتي مصداقيه الكلام والشخص. يا سياده المحافظ، مستشفى سيدي سالم تئن وكل يوم في كوارث وبينشكى لحضرتك وبتنبعت شكاوي المحافظه وبتقف جوه المحافظه. النيابه الاداريه النهارده اصبحت ما بتشتغلش غير على مستشفى سيدي سالم. يا سياده الدكتوره سماح، كنت بتقولي سيدي سالم، مستشفى سيدي سالم دي جمهوريه سيدي سالم. من كتر نسبه الاشغال اللي فيها والوارد عليها والعمليات اللي كانت فيها. يا سياده الوكيله، لما تبقى عندك من شهر 11 وده اللي طلعه مدير المستشفى وبعته لحضرتك، ما قراتيش التقرير بتاع شهر 11؟ هتلاقي ان الكلام اللي مكتوب مش صحيح من ضمن داخله. اما تبقى حالات العظام في شهر 11 3 حالات عمليات ويتقال لك تحت ان الحالات اللي اتعملت على السي ار 6 حالات، ما حسيتيش بحاجه؟ وفي شهر 12 ما يبقاش فيه ولا حاله عظام وتحت ينكتب لك السي ار 5 حالات. ما خدتيش بالك حضرتك ان العمليات في شهر 11 كل اللي اشتغلته في شهر كامل 8 حالات؟ 8 حالات. 8 حالات دولت كانوا بيبقوا في يوم. ال8 حالات دول كانوا بيبقوا في يوم. مفيش حالة أنف وأذن طول الشهر. مفيش حالة لوز اتعملت طول الشهر. طول الشهر. وفي شهر 12
مفيش غير 9 حالات طول الشهر. ابعتي خدي دفتر حجز الحالات بتاعت عيادة الأنف والأذن، هتعرفي الناس حاجزة لسنة قدام وما بيتعملش عندنا حالات. لغاية امتى؟ لغاية امتى؟ على فكرة قصة مدام سعاد اللي كانت داخلة تولد ديت، في ناس من سيدي سالم كانت موجودة مشاهدة عن الكلام، مشاهدة على الكلام ده وشايفاه، ومجلس الوزراء موجود والشكوى لسه موجودة برقمها موجود. محتاجين ايه؟ حضراتكم محتاجين ايه؟ محتاجين مين؟ عايزين مين اللي يتدخل اكتر من كده؟ انا بقول للسيدة الوكيلة لو اي حد تاني غير الدكتور عبد الرحمن كان من اقل حاجة كان مشى. صح يا دكتورة سماح؟ لو موضوع التكييفات كان مشى، لو الحالة اللي انفجرت المثانة بتاعتها كان مشى، لو الحالة دي كان مشى، لو حالة الكاميرات اللي فقدت او افقدت كان مشى، لو الحديد كان مشى. ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء. مش حابين نتكلم كتير بس هنقوله، في كتير وفي لسه بلاوي، بس انا حبيت اطلع المرة دي بسرعة عشان الحالة والناس اللي تعبانة، ناس تعبانة. يا سيادة الوكيلة مستشفى سيدي سالم شايلة العبء كله للمركز، الوحدات الصحية كلها عجز في الأطباء وحضرتك عارفة، وما بتتعالجش برضه وحضرتك عارفة، فكله الضغط كله على مستشفى سيدي سالم. حرام اللي بيتعمل ده. نيجي بقى لموضوع الأربع تكييفات اللي اتاخدوا من مستشفى سيدي سالم وراحوا لمستشفى العام في كفر الشيخ. يوم السبت اتفاجئ الدكتور عبد الرحمن بتليفون جايله من مدير مستشفى كفر الشيخ بيقول له شكرا على الاربع تكييفات اللي انا خدتهم من عندك وشكرا على حسن تعاونكم. التكييفات الجديدة بكراتينها اللي كان بيقول انا مش عايز حد يستفاد بيها غير المستشفى، واحنا قلنا له عادي المستشفى اللي محتاجاها تاخدها، ما رايحه كلها للمواطن. بس في نقطه، مستشفى كفر الشيخ العام طلع لها من سنه قرار ازاله، طلع لها من سنه قرار ازاله، يعني من مستشفى هتنزال لمستشفى هتنزال، والموضوع مكايده برضه في اجراء المفروض ان هو بيتبع مع المديرين اللي هو ايه؟ اصحاب الشخصيات والناس اللي هي بتبقى ماليه المركز كده بيتم التواصل معاها، والله انا الدكتور فلان الفلاني ماسك مستشفى كذا، بتصل على الدكتور فلان الفلاني اللي ماسك مستشفى كذا، انا محتاج منك تكييف، محتاج بتاع مش عارف ايه، بنتواصل مع بعض كمديرين وبنتفق ايه اللي اقدر ادعمك بيه وايه اللي ما اقدرش، وبنروحوا للوكيلة او هو بيروح بعد موافقة من المستشفى اللي هيتاخد منها والوكيلة بتقشر والموضوع بيمشي. انما ابقى قاعد
كمدير مستشفى واتفاجئ ان حاجات اتاخدت من عندي، وطبعا الوكيله ماضيه وموافقه. جه هنا للنائب، النائب لقى توقيع الوكيله وان ما فيش مشكله، خد اديله الاربع تكليفات، راح جاي ماضي وعلى المخازن، وبتاع المخازن راح جاي مسلم معاه امر اداري ومعاه جواب من وكيله الوزاره ومدير المستشفى وختم المستشفى ومعاه كل حاجه. الراجل بتاع المخزن ما عندوش ذنب خالص. دي كانت مستشفى جمهوريه سيدي سالم، كانش في اشياء تطلع منها ولا اشياء بتخشها غير لما يبقى المدير عارف. طبعا هو ما بيجيش غير كام، يعني ممكن يجي ما بيجيش السبت في العاده يعني. في اليوم ده جه متنرفز ودخلوا اتخانقوا مع بعض، والفاظ ما انزل الله بها من سلطان، اقسم بالله. وكوبايات وصواني بتطير، كوبايات شاي بتطير وصواني كوبايات شاي بتطير ودنيا. زعلان الراجل، محدش عبره ولا خد رايه في ان هو يتاخد من عنده 4 تكييفات. طب انت بتعتب عليه ليه؟ على النائب بتاعك بتعتب عليه ليه؟ الوكيله مضيال، هو ما يقدرش ما ينفذش، ولو انت موجود هتنفذ، ما تقدرش ما تنفذش. المهم عليه العوض في مستشفى سيدي سالم وعلى كرامتها، مش هقول لك اكتر من كده. عيب، عيب قوي اللي بيحصل في المستشفى، عيب والله. عيب يا دكتوره سماح، عيب يا دكتوره الهام، يا سياده المحافظ، يا رئيس جمهوريه كفر الشيخ. على فكره المشكله مش في سيدي سالم بس، نفس المشاكل موجوده في بيلا وفي فوه وفي سيدي غازي. في حاجه غلط في اختيار الناس دي، في حاجه غلط. نظريه المؤامره فضوها، محدش عايز حد يفشل والله. ما يبقاش الرئيس عمال بيكحت في نفسه وبيجري وعايز يعلم الشباب وبيدعمه في القيادات، ولما ننقي ننقي اصحاب الواسطة والمحسوبية والولاء للشخص وليس للدولة. عيب، عيب اللي بيحصل. السلام عليكم، وانتظروني في حلقات جاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.